تصور ان ربنا هو اللي مشتاق يقعد معاك. ربنا اللي خلق الكون ده كله بيستنى الدقايق اللي تروق نفسك وتفضيها عشان تحكي معاه. بيستناك وانت داخل القداس، بيستناك وانت بتفتح الانجيل، بيستناك تقفل على بابك وتقول له هقعد معاك. بيستناها. العريس العاشق هو الله. تصوروا الله له المجد عريس عاشق. حاجة مخجلة لينا. ايه اللي احنا فيه ده؟ على ايه يعني الخيبة اللي احنا فيها دي؟ انما هو ده ربنا. مش الله محبة؟ والمحبة اللي مليانة رومانسية ومليانة مشاعر، كل فن في الدنيا وكل جمال في الطبيعة وكل مشاعر جميلة بين أب وولده، كل ده يعني جزء صغير من اللي جوه قلب ربنا. فربنا بيستنى الواحد فينا. لما بقول لكم هنطلع نتمشى، ده تلاقي ربنا قاعد مستنيها بقاله شهر. هيجوا امتى دي عرابي دي عشان يتمشوا معايا نص ساعة ويركزوا؟ بيبقى مستنيها. واحنا نقعد نتقل بقى بالساعات، ويمكن نفتح التلفزيون، ويمكن نقعد ناكل وندب ننام، ويمكن نقعد نحكي على التليفون بالساعات، وهو قاعد كده مستني نركز نفتح. افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا كاملتي يا حمام، ويقعد يدلع اليوم كله دلع. تلاقي بركات وتلاقي ستر وتلاقي عطايا وتلاقي حب وتلاقي خير، والمقابل ننام. يا أخي يعني الهدايا دي كلها ده بيشتري ساعة منك، ده بيحايلك عشان تحكي. وبعدين ربنا يبتدي بقى كأنه بيشكي، يعني أنا غرقت ندى، غرقت مطر، يعني أنا واقف على الباب بقالي كتير، يعني أنا اتبليت من كتر الوقف. لا طبعا في الزمن ده هم فاهمين اللغة دي، يعني لأنه إيه، واحد يفضل طول الليل فطبعا جلابيته تتبلى على الفجر. نفس المعنى ده قالوا في رؤية 3 عشان تعرفوا ان الكتاب واحد والروح واحد والمعنى واحد. نفس المشاعر دي لقطوها الكل، سليمان عهد قديم ويوحنا عهد جديد. قال ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. نفس الفكر، أنا بخبط، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى. كلمة العشوة دي معناها حب، علاقة رجل بمراته، علاقة فرحة لقاء حبايب. أتعشى وهو معي. برضو شوفوا في الإنجيل يوحنا 14 ليلة صليبه، وهو يعني خلاص بعد ساعات هيتصلب. يوحنا 14 دي كان داخل على الصليب. يتكلم بمنتهى الرومانسية، يقول إيه؟ لو واحد حبني يحفظ كلامي. عشان كده عمالين نقول لكم احفظوا. ويحب أبي، لأن المعنى طبعا روحاني عميق. وإليه نأتي، نزوره في قلبه، ندخل قلبه. وعنده نصنع منزلا. يعني الاب والابن يدخلوا عندك كده ويقفلوا عليك واستفردوا بيك. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ ده ربنا. تقعد مع ربنا، تبقى قافل على نفسك مع ربنا، وهو اللي عاوز كده، وهو اللي بيدور على دي.